تصفيات كاس عالم طول عمرنا اول ماتش اول ماتشين. احنا بقى التصفيات دي اللي حلها احنا برضو. انت أيوة. خسرت اول ماتش وتاني ماتش، خسرت اتعادلت مع زامبيا وبعد كده خسرت تاني ماتش من الجزائر. ده كان اول ماتش ليا. كان اول ماتش ليك. اول ماتش ليا رسمي مع المنتخب. لعبنا عمان ولعبت الجزائر ده. وبعد كده بقى زامبيا عندنا كسبنا، وزامبيا بره كسبنا، ورواندا عندنا كسبنا. لا زامبيا بره كسبت. زامبيا عندنا تعادلنا. رواندا كسبناهم. رواندا رايح جاي وزامبيا بره كسبنا. وزامبيا هناك. وبعدين الجزائر هنا اخر ماتش. ده الماتش ده بقى ليه كواليس كتير اكيد. ده احكي لي بقى. لا ماتش كان صعب جدا وضغط غير طبيعي. وانت خلي بالك الماتشات كلها صعبه يعني. انا فاكر ماتش زامبيا في زامبيا ده ورواندا، احنا كنا في رمضان وبنلعب الساعه 3 العصر صايمين. ما فطرتوش؟ لا في لعيبه فطرت واثنين لعيبه تقريبا صوم، او لعيب واحد بس. لا والله يعني المنتخب كله كان فاطر. جه حد كده يعني لعيب قال لنا في رخصه كذا كذا مين اللي قال لكم؟ مين اللعيب؟ تريكا. ابو تريكا. اوكي. بس ما اعرفش هو صوم ولا لا الصراحه. ما تعرفش ابو تريكا صوم ولا لا؟ تقريبا فطر، مش عارف يعني. لا قول لو عارف قول. والله مش عارف. بس انا فاكر موقف كابتن احمد حسن الوحيد اللي صمم ان هو يصوم. انا بلعب كده في تركيا وماتش زامبيا ده هو اللي جاب الجون. انا فاكر. شاط الكوره كده. حسني شاطها وهو يعني أيوة كملها كده. من الماتشات الصعبه قوي برضو بره خلي بالك، بس ما تشافش كويس. كان ماتش صعب جدا. والماتشات دي كنا دايما نلعب احنا مثلا اللي بره نلعب احنا 3 العصر. الجزائر مثلا تلعب بعدين الساعه 6 يبقى ماتش في ملعبها. فكانوا يجيبوا بقى ماتشاتهم وبيتفرجوا علينا طبعا. فكانت ماتشات صعبه، مطالب منك المستحيل انك تكسب بره لا بس حته الصيام دي كان كله بيفطر ما عدا واحد او اتنين. ما عدا احمد حسن. ومين مش عارف. في لعيبه بقى اللي كانت احتياطي تقريبا، ممكن حد كان يخلع كده. بس كان كابتن حسن شحاته يقول لكم لا افطروا خلاص يا جماعه. طب ما في رخصه. ما قالولناش افطروا. ما حدش هي بقى كانت بتيجي ايه بطريقه يعني غير مباشره كده يعني. ازاي بقى؟ يعني يجي مثلا كابتن شوقي يقول لنا، كابتن حماده، كباتن الفرقه. في ناس كانت تخاف بقى تتكلم في الموضوع. وخلي بالك برضو في لعيبه يعني انا عارف لعيبه ما بتعرفش تلعب وهي صايم خالص. اكيد الموضوع بيبقى ساعات صعب. في ناس تقدر طبعا وفي ناس ما تقدرش. انا ناشئ كنت الدوري كله كنت بلعبه وانا صايم والله. والله. بس كنت بموت بقى اليوم. ليه؟ انا في الناشئين كانوا بيخلوا الناشئين يلعبوا في الظهر. يا خبر ابيض. والله انا لعبت مش ناشئين في الدرجه الثانيه في الشمس. درجه ثانيه ممتاز بيه. انا قلت ناشئين صعب قوي. وخلي بالك لما رحت بلجيكا برضو كنت وانا صايم طبعا. كل التمارين وانا صايم. بس الجو هناك حلو لطيف شويه يعني ما فيش رطوبه وما فيش شمس جامده. فكسبتوا بقى ماتش رواندا وماتش زامبيا. ماتش الجزائر بقى داخلين احنا ماتش الجزائر واحنا المفروض يعني ايه ان شاء الله نكسب نصعد خلاص. وكنا محتاجين 2-0. هو قبليها حصل كواليس ان اللعيبه اتضربوا والدنيا سخنت شويه. الباص بتاع الجزائر ضرب يوم الماتش يعني. ولا في تدريبات الجزائر في التمارين يوم وصولهم تقريبا. يوم وصولهم صح تقريبا يعني. في المطار حد اتعرض لهم في الطريق برضو دي سخنت الدنيا سخنت الاجواء. سخنت الدنيا جامد. وانتوا قاعدين في المعسكر كنتوا متابعين الحاجات دي ولا لا؟ كنتوا منفصلين تمام؟ لا ما كناش. عرفتوا بعد الماتش؟ بص احنا الماتش ده كنا نازلين هنموت منتخب الجزائر طبعا. يعني مش هنطلع غير بالمكسب. وكان سيناريو الماتش كمان ساعدنا قوي. ممتاز. ده انت اول كام ثانيه جون عمرو زكي يعني مش عايز حاجه. عبد الظاهر شاطها وردت لعمرو. عبد الظاهر وزيدان باين وبعد كده جت لعمرو. بس بعد الجون ده قبل عمرو. لا هي كابتن عبد الظاهر شاطها جت في العارضه تقريبا او الجون صدها راح عمرو حاططها مكمل برجله في الاخر. كان لازم بعد الجون ده احنا هدينا شويه برضه. كان لازم نخطف بعدها. كان لازم دوسه كمان. انت برضه عارف من ضغط الجمهور فعايز بقى تمسك الماتش. لا انا منتخب الجزائر خلي بالك كان قوي جدا جدا والله العظيم. فرقه تقيله قوي وحياه ربنا انا شفت منتخب الجزائر 45 دقيقه الشوط الاول مش عارفين يباصوا كوره. وحياه ربنا. ده بسبب الجمهور ولا بسبب الفرقه نفسها؟ بسببنا احنا وبسبب الجمهور الاجواء. طبعا. والله العظيم عارفين يقفوا على رجليهم. انا مش مصدق. انا قلت احنا هنطلع الماتش ده
بعد الجول ده يعني قلت هنطلع 2-3. الماتش ده كنت احتياطي ما لعبتش. بس كنا فايقين ولما دخلوا بقى معانا في الماتش في الاخر الشوط التاني بقى دخلوا حتى جات لهم فرص في الاخر. بس جبنا جون متعب، ده كان جون جامد قوي. انا جون متعب ده انا جريت الناحيه التانية والله العظيم من الفرحه جريت الناحيه التانية. اجواء برضو خلي بالك انت لعيب الكوره عليه ضغوط جامده جدا محدش الناس ما تبقاش متخيلها برضو طبعا. ضغوط من ميزه لعبه الكوره دي، الضغوط دي بتعمل شخصيه في اللعيب طبعا، بياخد قرارات صعبه في وقت انت متخيل انت الناس دي كلها عايزه تخرج مبسوطه وماتش نهائي كاس عالم تصفيات كاس عالم فالضغوط بتبقى كبيره قوي. انتوا بعد ما الماتش خلص 2-0 كنتوا فاكرين ان انتوا تأهلتوا ولا كنتوا عارفين المفروض النتيجه دي اتلعب ماتش فاصل ولا؟ لا احنا عارفين ان في من قبلها او بعديها تقريبا كنا احنا مختارين 3 دول منهم السودان السودان وغانا وجنوب افريقيا تقريبا. اوكي تقريبا يعني جت السودان بقى بس خلي بالك انا عن نفسي لما رحت السودان انا حسيت اني رحت الجزائر. الدنيا كانت هناك كلها والله جزائريين كلهم والمطار ده مرشوش طيران جزائري طيران حربي. معايا شريف عفاضيل قال نفس الكلام ده طيران حربي والله. كانت اجواء صعبه برضو خلي بالك. اثرت عليكم ما اثرتش هو ولا احنا كنا رايحين فرحانين قوي بالجون بتاع عماد متعب وان خلاص احنا هنكسب الجزائر هناك وهنتاهل والقرعه جابت لنا البلد اللي احنا عايزينها اللي هنلعب فيها؟ لا مش كده خالص. بس هي هقول لك على حاجه برضو الفتره بتاعه التصفيات الاخيره دي كان عندك حسني عبد ربه كان لسه راجع من الاصابه. كان ابو تريكه برضو كان عنده شرخ في مشط رجله كان راجع. فكان عندك كان برضو تقريبا زيدان كان الفتره دي برضو ما كانش موجود او كان مصاب. فكان المنتخب بتاع 2008 مش هو نفس القوه. اوكي ما كانتش نفس القوه. الناس راجعه من الاصابه ناس مش في حالتها ناس كانت مثلا بتلعب في دوريات ومشيت فكان في ناس مش احسن حاجه. فسيناريو الماتش ساعدهم. احنا جالنا برضو يعني هم تقدموا علينا الماتش صعب شويه بدات انت في 4 طبعا ان احنا فرصنا في الماتش ده كانت احسن. هي برضو كان الاتحاد الافريقي برضو طلعوا وقتها قرار غريب. عدلوها انت تصعد انت بجون ابو تريكه في الجزائر هناك يصعدك. وخلي بالك دي بعد ماتش الجزائر كابتشاوي قال ان شاء الله هنصعد بالجون ده. بعد الماتش ما خسرنا هناك قال الجون ده اللي احنا جبناه ده ان شاء الله نصعد بيه. بس اللائحه لما اتغيرت بقى طبعا برضو كان الروراو ده اسمه روراو ده كان تقيل قوي. كان تقيل قوي رئيس الاتحاد الجزائري. انا فاكر ساعتها كان في خلافات جامده مع كابتن سمير زاهر. طبعا كانت شغلانه. بعد كده خلصنا التصفيات احباط كبير جدا في الشارع المصري طبعا. وخلي بالك لان الجيل ده كان بالذات لازم في المنتخب برضو الفتره دي هزت المنتخب جامد. بس بعديها رحنا كاس القارات. خدنا 2010 خدنا افريقيا 2010 وكاس القارات كانت بعد التصفيات دي صح؟ لا قبل صح قبل. انا عايز ارجع لكاس القارات ده لان كاس القارات ده برضو كان فيه كواليس كتير. احنا ناس رايحين بنلعب البرازيل ماتش عالمي. احنا رحنا بعد ماتش الجزائر اللي هناك. ايوه صح كده برافو عليك. خسرنا 3-1 ورحنا لعبنا كاس القارات. احنا رايحين بقى خلي بالك ماتش احنا رايحين القارات يعني في لعيبه يعني زي ما تقول كده ايه قال لك يا عم ده احنا هنروح بقى نتمرمط هناك ونشيل 6 ونرجع. ففي لعيبه خلعت. ما راحوش مع المنتخب. مش خلعت يعني مش حابين يجوا. يعني مثلا لو واحد مجهد مثلا عنده مثلا خلفيه مجهده كان ممكن يجي ويكمل. فقال لك لا انا مش قادر مين ساعتها؟ انا مش فاكر اسامي انت فاكر ومش عايز تقول انت انا عارف بنفتكر ذكريات حلوه. ايوه لا بس زي مين يعني مين ساعتها؟ انا كان اول ماتش ليا. اوكي. فطبعا الناس مشرحه مين الجهاز الفني بعد 3-1 الجزائر. وهنا في مصر كل الناس عماله تتكلم احنا رايحين نعمل ايه احنا. وكلام عليا كمان ازاي بقى واحد لسه اول مره راح المنتخب وازاي يلعب ماتش زي ده مع اني ما كنت كويس في الماتش. انت لعبت ماتش البرازيل. انا بكلمك على ماتش الجزائر. رحنا بقى البرازيل. لا انت بتتكلم عن ماتش الجزائر ده اول ماتش ليك. فالناس بقى قعدت تنتقد وليه اوكا بيلعب ده اول ماتش. بينتقدوا كابتن حسن. فرحت البرازيل لعبت. عملنا طبعا سيران ماتش عالمي ماتش ده مش عالمي ده تاريخي. عملت ماتش الصراحه حلو قوي برضه. وخلي بالك برضه اتخذت من اكتر 5 لعيبه جريوا في البطوله 13 كيلو وقتها في الماتش. بعد الماتش كانوا يطلعوا كده الاحصائيه اكتر 5 لعيبه